بونجور عليكم، مرحبا بكم. ان شاء الله تكونوا كامل بخير. اليوم جيناكم بوصفة سهلة وخفيفة، عصير صحي منعش ولذيذ اللي عنده مناسبة. تقدر تحضري في شهر رمضان، يخليك نشيطة للأطفال الصغار. نروح لطريقة التحضير. بسم الله. عندك كيلو ونص جزر مع 5 حبات برتقال، راح يحضروا لك 5 لتر عصير. انا درت نصف الكمية. بسم الله. نحتاج جزر كنا نقيناه وقطعناه، نحطوه في ماء نظيف وسكر، نخلوه لين يطيب الجزر تاعنا. هنا نكونوا نقينا التشينه تاعنا ونحينا لها النواه تاعها، نحيو لها القشره ونرحيوها بها باللب تاعها، نرحيوها مليح. هنا كي يطيب الجزر تاعنا في الماء، نخرجوا الجزر والماء ذاك ما نسيحوش، والماء راح نستعملوه في العصير. هنا يكون الجزر تاعنا سيب الفائده تاعو في الماء. نزيد نرحيو الجزر تاعنا مليح، نفرغوا خليط البرتقال والجزر في الماء اللي كنا طيبنا فيه الجزر، نخلطه مليح. هنا اللي يحب يزيد يضيف مبشور حبة البرتقال ولا عصرة حبة ليمون يقدر يضيف. وبعد ما يبرد العصير تاعنا نضيفه، اذا 5 لتر راح تحضري كمية 5 لتر، ضيفي 2 حبات ايورد ناتور ولا ايورد ذوق المشماش ولا الفاني. واذا حضرتي كميه اقل تنقصي. ما بقى لي غير نقول لكم ما تنساوش تدعمونا بلي جيم ولي كومونتير باه تستفادوا معنا في وصفات صحيه واقتصاديه. بون ابيتي، سلام.